يوزنوا ده. كان في التزام غير طبيعي، وجايز اللي وزن ده في حياتي ان انا نص السنه كنت ببقى مقضيها، يعني الشيء ده كله مقضيه مع مامتي وبابايا، مع مامي بابي، وانا بقول مامي بابي وما بتكسفش. والنص التاني اللي هو الصيف كنت ببقى قاعد مع جدي الفريق فوزي وجدتي في الصيف. فالاهل عندهم دلع والجدود عندهم دلع مع انضباط، فطلعنا متدلعين ومنضبطين في نفس الوقت. وبتقولي انه كان في فعلا الالتزام مع الدلع. الميزان ده بيتعمل ازاي؟ اتعمل عندكم ازاي؟ بصي انا مش كانوا يعني بيسيبونا نعمل اللي احنا عايزينه، كانوا بيسيبونا نغلط، كانوا بيقولوا لنا الحاجه، قلنا كذا صح وكذا غلط، بس اعملوا اللي انتوا عايزينه، ولما تعملوا الغلط قولوا لنا، ما تخلوناش نكتشف لوحدنا. فساعات كنا بنعمل غلط وبنقول لهم، يقولوا لنا طب انتوا لقيتوا بمنتهى الرقي والمناقشه، يعني احنا طول عمرنا عندنا مناقشه، بيناقشونا من واحنا اطفال صغيرين 5 و6 سنين. مشكلتنا الكبيره في البيت ان انا واخويا كنا خيبانين في المدرسه، ما كناش شاطرين، وهم كانوا دايما يقولوا لنا ما فيش حد بيبقى شاطر في كل حاجه، انتوا ممكن تبقوا شاطرين في حاجه وحاجه لا. كانوا مثلا شايفين ان انا شاطر شويه في الحاجات المواد الادبيه اكتر، ومخي مش مستوعب مثلا الساينس والماث والعلوم والحساب، مش جاي معايا.